ديال الدخله كانت منحوسه، وهذا الشيء اللي وقع فيها غيصدمكم. الاصدقاء السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده، ومرحبا بكم في قصه جديده. القصه ديالنا كتبدا مع عبد العزيز، عنده 25 عام وخدام جزار، مهنه اللي ورثها على الاب ديالو. فعبد العزيز من صغره هو حط عينيه على بنت عمو فاطمه الزهراء، وناوي معها الحلال، ولكن مازال ما قالها حتى واحد. في 2015 مشى عند الوالد ديالها اللي هو عمو، هو والاب ديالو والام ديالو، مشاو يطلبوا اليد ديالها. وبالمناسبه هي كان عندها 20 عام وكانت كتقرا في لافاك اولا في الجامعه. فالعائله ديالها وافقت وحتى هي وافقت، ولكن بشرط انها تكمل القرايه ديالها في الجامعه. فملي تمت الخطوبه ورجعوا للدار، عبد العزيز تلاقى مع صحابه، قالوا له ديك البنت راه حنا كنشوفوها مع الدراري في الجامعه، وحذاري منها تقدر تكون خارجه الطريق. الدري ما داهاش فيهم، لقاش كيشوفها بنت مثاليه للزواج، وعمرو شافها مع شي دري، حقاش هو اصلا ما كيقراش، فوقاش غيشوفها مع الدراري. فما داهاش في الكلام ديالهم وقرر انه يكمل الحياه ديالو عادي، والزواج في الطريق ان شاء الله. من بعد سيمانه ديال الخطوبه تزوجوا. فجات ليله ديال الدخله، اللي يدخل الزوج والزوجه ديالو اكتشف واحد الحاجه اللي غريبه. بقى كيشوف فيها انها ما خايفاش، بحال تقول ديجا مزوجه. فتما دخلوا الشك، بقى يفكر في ديك الاشياء اللي قالوا له الصحاب ديالو، فقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودار حتى حاجه ما كاينه. ولكن ملي دخلوا في المعقول هو والمراه ديالو، اكتشف انها غير بكر وانها دايره علاقات غير شرعيه. فتما الزوج ديالها تصدم، وبقى كيشوف فيها كتقول له هادشي راه عادي، انا كنت مع فلان وكنت مع فلان، ولكن دابا صافي ما بقيتش غادي نولي معاه. فتما زاد تصدم وما هضرش معاها كاع. وشنو دار؟ نضغي بشويه عليه، مشى ديريكت للمطبخ اولا للكوزينه وهز الموس وجا فوت عليها. ما سالاش غير بالتفوات عليها، بل وكمل لها على الراس ديالها كامل، حيدو من بلاصتو وما تخيلوا شنو دار به. خرج كيدور به في الشارع، هز الراس ديالها في يد والموس في يد، والدمايات كتقطر، وكيدور في الحي تما باش كيبين لهم زعما الرجوله ديالو، وكيقول لهم ها اللي كدير علاقه شرعيه هذا هو الجزاء ديالها. ومشى دق على الاب ديالها او العم ديالو، قال له ها هي بنتك، ها شنو كدير وها شنو كدير. فالاب ديالها جاتو انكريز في القلب ديالو، والام ديالها سخفات. ديك المنظر كيخلع بزاف. تما رجع للدار ديالو به بالراس والموس، وحط الراس وجلس عليه وكيتسنى في البوليس يجيو يهزوه. فملي جاو البوليس باش يشدوه، نعس على ظهره وخلاهم يديروا فيه ما بغاو. فكشوه وداوه للحبس. الحكم ديالو تحكم عليه بالمؤبد. اصدقاء، هذه القصه ديال اليوم، كنتمنى تكون عجباتكم. ما تنساوش شي لايك، اشتراك في القناه، بارطاج مع صحابكم. تحياتي.